السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة كده مع بعض هعمل لكم الفراخ بطريقة والدتي. عايز اقول لكم عليها صينية فراخ، حاجة كده وهمية، حاجة كده فاخر من الاخر بجد. تحفة والله يا جماعة، هتجربوها هتدمنوها، طريقة امهاتنا مفيش بعدها. اول حاجة كده انا معايا بصلتين، هبدأ افرمهم معايا في الكبة. انا هنا استخدمت البصل حجمه كبير، كتري في البصل بيديلها طعم حلو قوي قوي. ومعايا معلقتين كبار من الملح، معلقة كبيرة من الفلفل الاسود. هفرمه معايا في الكبة فرم يكون فرم ناعم. وبعد كده هبدأ احطهم دلوقتي كده معايا في طبق كبير، عشان بقى نبدأ نتبل الفراخ بتاعتنا. بس قبل ما نتبل الفراخ بندعك البصل كويس جدا بايدينا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بحيث نطلع كل العصارة اللي موجودة في البصل، وده بيفرق جدا في الطعم. هنبدأ بقى دلوقتي نجيب الفراخ بتاعتنا. طبعا انا غسلاها ونقعها في محلول لمدة ساعتين. محلول النقع اللي انا بنقعها فيه عبارة عن مية ودقيق وملح ومعلقتين من السكر، بيفرقوا جدا. وكمان بضيف معاها عصير ليمون وقشر الليمون. ما بضيفش طبعا خل يا جماعه، لان الخل بيظهر زفاره الفراخ. اعملي المقادير اللي انا بقولك عليها دي والله هتدعيلي. عمرك ما هتلاقي دم في الفراخ، ولا هتلاقي فيها اي زفاره. طعمها بيكون زي العسل وريحتها حلوه قوي قوي. ان شاء الله لما تجربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. بنتبل بقى الاوراق بتاعتنا، بنبدا نفرغ كده تحت الجلد ونحشي كده الفراخ كويس قوي. وطبعا يا جماعه ينفع صدور، مش شرط طبعا اوراق، بالعكس ده انت لما بتعملي الصدور بالطريقه دي بتكون زي الزبده. فمش شرط طبعا اوراق، تقدري تعملي اي جزء من الفرخه بنفس الطريقه وهتاكلي احلى طعم للفراخ بجد. هتبل بقى الفراخ بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين كده. وخطوه مهمه قوي قوي ان انا بعملها قبلها بيوم، وده بيفرق جدا في طعم الفراخ بتاعتنا. عايزه اقول لكم بجد بتكون رهيبه. البصل كده بيخلي الفراخ دي متكرمله وطعمها حلو قوي قوي، شاربه كده من البصل، وبتفرق جدا صراحه في الطعم. تاني يوم بقى بنعمل وقت بقى ما هنسوي الفراخ بتاعتنا، ببدا اجهز كده معايا فلفل حامي وبارد وطماطم، بقطعهم مكعبات صغيره بالشكل اللي تشوفوه معايا ده. دي طريقتنا يا جماعه، متعودين عليها من زمان. بنتبل الفراخ دايما من الليل كده في البصل، بننقعها الاول كده في محلول النقع ساعتين ثلاثه. طبعا بجيبها قبلها بيوم لو انا ناوي اعملها مثلا بكره. بنقعها كده في محلول النقع الاول بحيث تنزل كل بقى الدم اللي فيها والزفاره، وبتكون حلوه قوي قوي. وبغسلها وبصفيها كويس جدا. وبعد كده بعمل لها الخلطه اللي هي بالبصل اللي انتوا شفتوها دي. ودلوقتي بقى بنبدا نجهز بقى الخضار بتاعنا اللي احنا هنحطه عليه. وهنتبله دلوقتي كده مع بعض. معلقه كده كبيره من الكزبره الجافه، وهضيف برده كده معايا معلقه كبيره من البابريكا، بتدي برده لون حلو جدا للفراخ معانا. ومش هنزود اكتر من كده، يعني هو بس كده هنضيف البابريكا والكزبره. وهنبدا نضيف عليهم الملح. انا عندي ملح مبهر، الملح المبهر ده بكون مبهراه بفلفل اسود وكمون وبابريكا وشطه. فضفته كده معايا لان صراحه ما كانش عندي ملح اللي هو الملح الابيض، فما كانش عندي غير الملح ده فاستخدمته. يعني مش شرط خالص ملح مبهر، اي ملح متوفر عندك. قلبت بقى الخضار كويس جدا وتبلته بالشكل ده. وهبدا دلوقتي بقى اطلع الفراخ بتاعتي من التلاجة. شايفين شكل الفراخ؟ عايزه اقول لكم هي لسه نيه، بس ريحتها بجد خطيره يا جماعه. ريحه البصل كده مع الفراخ بيخليها في حتة تانية خالص. اللي ما جربش الفراخ بالطريقة دي بتتبيلة البصل ونقعها بالشكل ده والله ما كل فراخ قبل كده. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. انا بوريكم كده انها جابت مية كتير، طبعا مش بحتاج المية ولا التتبيلة دي خالص. انا بخرجها من التتبيلة وبحطها في صينية فرن. طبعا البصل اللي بيكون تحت الجلد زي ما هو، انا بشيل بس كده اللي بره، او المية مش بحتاجها. بناخد طبعا الفراخ بس ونرصها كده معانا في صينية فرن. وبعد كده ببدأ اوزع الخضار على الفراخ بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وفي المرحلة دي بنولع الفرن بتاعنا على اعلى درجة حرارة عندك في الفرن. تسخني الفرن كده قبلها وانت بتجهزي كده بقى الفراخ، تسخني الفرن عشان تدخل على فرن سخن وتستوي معاكي على طول. بالنسبه لطريقه التسويه، فانا بغطيها الاول بورق زبده. بجيب ورق الزبده وببله كده بالميه وبغطي به الفراخ بتاعتي. وبعد كده بغطيها بورق فويل. طب انا لو ما عنديش ورق زبده ولا عندي ورق فويل مفيش مشكله خالص، هتحطيها في صينيه مدوره تمام، وتغطيها كده بغطا حله. بس الغطا طبعا لازم يكون بيدخل الفرن. طبعا انا بضيف كده معايا على الوش معلقتين من السمنه البلدي، ودي تركه بقى بتعملها والدتي، بتفرق جدا في الطعم وبتدي بقى نكهه وريحه حلوه قوي قوي. ممكن تستغنوا عن خطوه السمنه البلدي دي يا جماعه، مش شرط خالص. لو ما عندكيش سمنه بلدي مش مشكله، هي الفراخ بيكون فيها نسبه دهون. بس انا بحب اعمل زي ما بتعملها والدتي بالظبط. عايزين تعملوها بنفس الطريقه براحتكم خالص، تستغنوا عن اي خطوه انتوا حرين. بس اعملوا نفس الخطوات اللي انا بعملها دي وهتاكلي صينيه فراخ هتدعي لي عليها بجد، وتدعي طبعا لوالدتي. غلفنا الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، بندخلها الفرن على درجه حراره عاليه لمده نص ساعه. بعد نص ساعه هبدا اعمل ببدا اشيل الفويل. هتلاقي الفراخ جابت ميتها، واوريكم طبعا كل المراحل معايا دلوقتي. بعد ما نعمل الرز، يعني هنعمل دلوقتي كده رز يتقدم معاها، واوريكم شكل الفراخ بعد نص ساعه شكلها عامل ازاي.
بحط كده معايا على النار سمنه على زيت. انا ناويه النهارده اعمل رز ابيض، ممكن تعملي رز بشعريه، تعملي رز ابيض، رز حبه وحبه، رز بلسان العصفور، كل ده احنا عملناه طبعا مع بعض قبل كده كتير. بنحمر الرز، وخطوه مهمه جدا عشان الرز يطلع مفلفل معاكي، تحمريه لحد ما ميته تنشف منه تماما. مش بضيف ليه غير الملح بس، انا ما بحبش اضيف بقى لا فلفل اسود ولا بهارات ولا اي حاجه تانية. انا بكتفي ان انا حمرته كده في السمنه البلدي، وبرده بحط له مكعب من الزبده، بتبقى بتاكلي كده حاجه غنيه وطعمها حلو قوي قوي. ما بضيفش بهارات عشان الرز كده معانا يبقى لونه ابيض وحلو قوي واحنا بنقدمه. بحمر بقى الرز بتاعي زي ما انتم شايفين كده، بيبدا كده يشخلل معايا، يبقى عامل زي الخرز، ميته بتنشف معايا تماما. في المرحله دي ببدا اضيف لي بقى الميه المغليه. وشرط اساسي عشان الرز يطلع معاكي مفلفل وحلو قوي قوي، تضيفي له ميه مغليه، بتفرق جدا. لكن لو ضفت ميه بارده الرزيه هتبقى مكسره معاكي. يبقى عشان تاخدي رز مفلفل وطعمه حلو، اولا سمنه على زيت، تحمري الرز كويس جدا، تضيفي له ميه مغليه. هنضيف الميه المغليه وهغطيه واسيبه لما يتشرب ميته. وبعد ما يتشرب بالشكل ده بضيف له كده مكعبين من الزبده. طبعا الخطوه دي يا جماعه انا بحب اضيفها دايما للرز، بتفرق جدا في طعمه. زبده او سمنه بلدي براحتكم خالص. هقلب بقى الرز مع الزبده بالشكل ده، وبعد كده اسيبه بقى لما يكمل تسويه، طبعا على نار هاديه جدا جدا، بسيب الرز بقى يستوي. وفي المرحله دي هنبدا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا. طبعا انا بسيب الرز يستوي على نار هاديه، وابدا اشوف بقى الفراخ بتاعتي. هطلعها بقى دلوقتي كده من الفرن واوريكم شكلها بقى عامل ازاي. هنبدأ بقى نشيل ورق الزبدة من عليها بالشكل ده. شلت ورق الفويل وهشيل ورق الزبدة. شايفين بقى السوائل اللي موجودة في الفراخ من غير ما نضيف لها مية نهائي. الخضار بيبدأ يجيب ميته، وانا بحب اخد المية دي واحطها كده على وش الفراخ، بتكون حلوة جدا ما شاء الله يعني. طبعا بقى هنبدأ ندخل الصينية بتاعتنا. مش هندخلها الاول يا جماعة تحت الشواية، انا بدخلها الاول الفرن بحيث تنشف منها المية دي. يعني عايزة كل السوائل اللي نزلت منها دي تنشف، والخضار ده يبدأ يدبل معايا. وبعد ما السوائل تنشف منها تماما ببدأ بقى كده احمر وشها تحت الشواية. هنبدأ بقى دلوقتي كده نشوف الرز بتاعنا استوى معانا ما شاء الله. رز مفلفل، وعايز اقول لكم طعمه بجد خطير. وفي المرحله دي بقى جهزت كده طبق سلطه خضراء. طبعا ما دام عملت رز يبقى طبعا لازم جنبها سلطه خضراء. بصراحه وجبه متكامله وطعمها حلو قوي قوي، ان شاء الله لما تجربوها انا متاكده هتعجبكم. وده كده شكل صينيه الفراخ بتاعتنا، خرجتها من الفرن، شكلها بيتكلم عن نفسها، مش محتاج ان انا اتكلم عنها كتير. شايفين الجمال يا جماعه؟ الله اكبر، بجد تحفه. جربوها على ضمانتي، وانا متاكده هترجعوا لي في الكومنتات وتقولي لي تسلم ايدك يا دعاء وتسلم ايد والدتك. نغرف بقى الاكل بتاعنا. بحط لكل واحد كده بولة رز، وبطلع له كده بقى حته الفرخه بتاعته وحبه سلطه، وبالف هنا وشفا لكل اللي ياكل. هشوفوا بقى الفراخ دلوقتي كده معايا ما شاء الله، عايزه اقول لكم دايبه دوب، مش متحمله خالص وانا بطلعها من الصينيه. الله اكبر يا جماعه. هنطلع بقى كل واحد كده حبه من الخضار ده. طبعا انا بحب الخضار يدبل كده وياخد لسعه. عايزه اقول لكم اللسعه دي طعم الخضار ده بيبقى يكون في حته تانية، حلوه قوي قوي. ما بحبش يكون فيها سوائل، لا انا بستنى لما تنشف معايا تماما. وهنحط كده معانا السلطه الخضراء، وكده طبقنا بيكون جاهز معانا تمام. هتشوفوا دلوقتي وانا بطلع كده العظميه بتاعه الورك، يعني عايز اقول لكم مش متحمله خالص. طبعا يا جماعه انا ما ولعتش في حمايه، لو حابين تولعوا في حمايه وتاخدوا ريحه التدخين براحتكم خالص. بصراحه برضو بتفرق جدا في الطعم، بس انا النهارده ما حطيتش فحم. هوريكم بقى دلوقتي كده البصل كده تحت الجلد. عايز اقول لكم يا جماعه ده متعه لوحده. انا بالنسبه لي بعشق الفراخ بالبصل. اتكلمت بقى كتير وجعت لكم دماغكم، فكده خلاص فيديو النهارده هيكون خلص. اتمنى يكون عجبكم. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموه باللايك والشير، واشوفكم على خير ان شاء الله.